ماذا يحدث وما هي القصة؟ الجزائر تعرقل موعد تنظيم كأس أفريقيا بالمغرب صيفا والتفاصيل مثيرة. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، شلكم بخير جماعة بصحة وبسلامة. دعونا نذكر بالضغط تعزر لايك لانتشار هذا الفيديو ويحقق نتائج إيجابية، فيرجى دعمنا بالضغط تعزر لايك. وعلى الفور دعونا نبتدئ بماذا يحدث داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد أن كانوا يتغنون به وجعلوه بطلا للجزائر. اليوم الاتحاد الجزائري يتبرأ من جمال بالماضي. قررت الاتحادية الجزائرية الآن عبر رئيسها وليد صادي الذهاب لآخر وأسوأ سيناريو بتسريع وتيرة الانفصال عن بالماضي، وذلك باخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحذف اسم بالماضي واعتماد فسخ عقده كخطوة أو ضربة استباقية مزدوجة، منها لتجنب أي مشكلة قانونية عند الكشف عن هوية المدرب الجديد، ومنها أيضا فرض الأمر الواقع على بالماضي وقطع الطريق عليه بالمستقبل إذا نفذ تهديده باللجوء إلى الفيفا لأخذ ما تبقى من عقده. بالماضي أعطى وليد صادي مهلة، وليد صادي يغدر بالماضي ويطلب من الفيفا حذف اسم بالماضي كليا. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن وليد صادي تبرأ من بالماضي أمام الفيفا أولا للرد على مبالغاته بتجاهل المسؤولين وعدم التواصل معهم، وعلى رأسهم رئيس الاتحادية منذ إعلان بيان انفصاله عن المنتخب. ثانيا لسقط رئيس الاتحاد من موقفه القانوني حال طالب المدرب بالماضي بتعويضات ضخمة أمام الفيفا، خاصة بعدما تعمد الغياب عن الجلسة المتفق عليها لإنهاء العقد بطريقة التراضي بين الأطراف. يتشبث بالماضي بحقه ألا وهو 7 مليون يورو. وليد صادي بعد هذا الفعل الذي فعله خرج بالماضي دون أي مستحقات. وليد صادي غادر بالماضي رسميا. هذا الفعل الذي أتى من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شكل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. قال أحد النشطاء الجزائريين: من الأمر المعيب أن يقوم الاتحاد الجزائري بطعن المدرب المحلي بالماضي من الخلف، وذلك من أجل أكل مستحقاته وعدم دفعها. وقال آخر: الآن فهمنا لماذا لا أحد يريد تدريب الخضر. إن كانت هكذا عقلية الاتحاد الجزائري يأكلون الحقوق، وأكثر من ذلك الخلط بين الأمور الرياضية والشخصية والسياسية. وعلى هذا على ما يبدو الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعيش بفضيحة غير مسبوقة، وأي مدرب سوف يقبل بتدريب الخضر بعد هذه الكوارث؟ ومن أبواق الجزائر دعونا ننتقل إلى الصحافة الإسبانية المتطرفة. نعم، هناك بعض الأبواق بإسبانيا. ماذا يفعلون؟ صحيفة إسبانية تتهجم على الزلزولي وتصفه بأنه لاعب فوضوي بعد أن شكل بالصيف الماضي إحدى الصفقات الواعدة لفريق ريال بيتس. لم يتمكن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لحدود الساعة من تلبية الانتظارات داخل فريق المدرب الشيلي مانويل بيلغيرني. صحيفة آس الشهيرة وصفت أسلوب لعب عبد الصمد الزلزولي بالفردي والفوضوي والأناني والمتعاكس بالدفاع عن الكرة، معتبرة أن هذا الأمر لا يروق للفريق الذي يلعب به، الذي قالت أنه لم يعارض التعاقد مع اللاعب المغربي لكنه لم يكن يراهن عليه، كما كان الحال مع لاعبين مثل إسكو أوزي فورنانس. وقالت الصحيفة المذكورة أن الزلزولي لم يشارك بالدوري المحلي كرسمي سوى 3 مباريات من أصل 18، وأكدت أن الزلزولي هو رقم
فقد شكل جعجعة بلا طحين داخل الفريق. وهذا ما شكل جدل كبير ما قصة هذا الهجوم المباشر من الصحافة الإسبانية على الزلزولي. وبعضهم من قال أن لعب الزلزولي دائما معروف بأنه فردي وغير فعال، وهذا أيضا نشاهده عندما يلعب مع الفريق الوطني أي مع أسود الأطلس. ودليل ذلك أن رصيده خالي من التمريرات الحاسمة والأهداف ب15 مباراة لعبها مع أسود الأطلس. أي عبد الصمد الزلزولي به مشكلة هي الأنانية بالكرة، أي يريد تسديد الأهداف بمفرده. هذا ما قالته صحافة إسبانيا. ومن هذا دعونا ننتقل إلى، نحن نعلم أن المغرب أعلن عن مباراة ودية بين موريتانيا وأنغولا. أين مالي؟ لماذا المغرب أعلن إلغاء مباراته الودية مع مالي؟ كشفت مصادر من داخل الجامعة أن المنتخب المغربي كان قريب جدا من مواجهة مالي، غير أن الاتحاد الكروي المالي كان له مواعيد أخرى، ولهذا المغرب حدد مواعيده 22 مارس المغرب أنغولا، 16 مارس المغرب موريتانيا، الأولى بالملعب الكبير أكادير، بالثانية الملعب الكبير أكادير. لهذا السبب تم إلغاء ودية مالي. ومن هذا وذاك دعونا ننتقل على الفور إلى ماذا تريد الجزائر من كأس أفريقيا بالمغرب. كان المغرب أولا يجب أن نعلم أن لقجع وإنفانتينو حسما موعد الكان، وكما كان يريد لقجع بفصل الصيف بعد التنسيق والمفاوضات التي جرت بين إنفانتينو ولقجع حول إقامة كأس أفريقيا صيف 2025. قد استطاعت الجامعة إقناع الفيفا بضرورة إجراء المنافسات بموعدها بين شهري يوليوز وأغسطس ضمانا لنجاحها. والكاف يدعم قرار المغرب بتنظيم المسابقة صيفا عملا بالمثل حينما دعم مصر بدورة 2019. والكاف راسل جميع الاتحادات الكروية لإخبارها بمواعيد تصفيات كأس أفريقيا المغرب 2025، والتي ستنطلق بإجراء الدور التمهيدي شهر مارس المقبل. أي نجح لقجع رسميا بتثبيت الموعد بالصيف، وينتظر أن تجرى الجولتان الأولى والثانية من تصفيات كأس المغرب بالفترة ما بين 2 و10 سبتمبر 2024، والجولتان الثالثة والرابعة ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024، على أن تجرى الجولتان الخامسة والسادسة بالفترة ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024. إذا نجح المغرب رسميا بتثبيت الموعد بالصيف. على ما يبدو هذا الخبر أزعج أبواق الجزائر التي بدأت تتهجم على هذا التاريخ وتقول أن لقجع لجأ للكولسي من جديد داخل إدارة الكاف لإقناع الكاف والفيفا بتثبيت الموعد كما يريد، تحت عنوان المغرب بورطة مع الكاف، لكن لقجع والكولسي أدت إلى تغيير الموقف. عادت أبواق الجزائر لكي تتحدث عن نظرية المؤامرة والكولسي من جديد، وذلك بعد أن نجح لقجع بتثبيت موعد الكان. ادعت أبواق الجزائر أن هذا الموعد الذي ثبته المغرب سوف يؤدي إلى عرقلة الأندية الأوروبية والبطولات. وذكرت مصادر جزائرية أن لقجع استخدم نفوذه داخل الكاف وذلك من أجل الضغط على الفيفا وتثبيت الموعد. الأمر الغريب ليس هنا، الأمر الغريب الكاف والفيفا رسميا وافقا على التاريخ. وما شأن الجزائر لتخرج وتتحدث بهذه الطريقة؟ وما شأن أبواق الجزائر بالأندية الأوروبية؟ هل هي متخوفة على برنامج الأندية وأيضا المباريات؟ الفيفا تعلم جيدا ما تفعل، والكاف أيضا، ولقجع أعلنها بشكل واضح ورد بقوة. فما شأن أبواق الجزائر لتهرطق وتعرقل موعد كان المغرب؟ لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. على ما يبدو أفعال أبواق الجزائر العدائية لا تنتهي. حفظ الله المملكة المغربية. كل الحب والسلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن،
يحيى الملك، يحيى الوطن.